هاي موكل عزيز، عامل ايه؟ اخبارك؟ يا رب تكون بخير دايما. النهارده هنتكلم على عقود الايجار، وسؤال مهم. لو انت هتروح تأجر شقة من حد او محل او ايا كان الحاجة اللي هتأجرها من الشخص، هل انت هتأجر من المؤجر ولا من الورثة؟ تفرق. تفرق ليه؟ علشان ما تلاقيش نفسك بعد فترة، ولتكن مثلا مدة 3 سنين، العقد بتاعك انتهى وانت كنت ماضي عقد 59 سنه وسستمت حياتك بقى والدنيا تمام، تقول ايه ده ازاي؟ لا، معنى ان انت هتشتري من الورثه دي ليها اجراءات. يعني العقد، تخيل انت ممكن تكون مثلا اشتريت من سين، وسين ده احد الورثه، تمام، ومضيت معاه عقد ودفعت له بقى دفعت كل حاجه واجرت، والايجار بتاعك 59 سنه، تمام. وبعد ما اجرت فوجئت ان عليك قضيه، والقضيه اتحكم فيها وبقت العقد بتاعك بقى 3 سنين. يا عم ده انا عملت 60 سنه وهو مضى وانا مضيت لا، ما هو دي حضرتك دي ملكيه ورثه. فبالنسبه الملكيه الشائعه دي، تخلي بالك في التعامل، واتمنى يبقى معاك محامي. ليه بقى؟ لان يعني الملكيه الشائعه دي بتبقى مختلفه في التعامل شويه، اذا كان في بيع او في ايجار. ففي الايجار مثلا، يعني مثلا لو هتأجر من حد، يعني من ورثه وكده، لازم في شروط معينه عشان تضمن ان انت العقد اللي انت يبقى معاك ده يبقى مكمل معاك. ما انت، ما بقول لك ممكن تبقى العقد بتاعك 59 سنه وتفاجئ نزل ل 60 سنه. فلا، فتخلي بالك، عشان كده لازم تأمن نفسك صح. تمام. شكرا لمتابعتكم، ودي كانت معلومة مهمة جدا. من فضلك تأمن نفسك وانت بتبيع او بتشتري او حتى بتأجر. شكرا لمتابعتك.